اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الخير على عيونكم جميعا، صباح الرضا، صباح التفاؤل، صباح المحبة، صباح الشكر لله، صباح كل حاجة حلوة في حياتنا وحياتكم. ربنا يسعد أيامنا وأيامكم جميعا يا رب العالمين. النهارده بقى جايه لكم بفيديو خفيف كده، اتمنى يا رب ينول اعجابكم. يلا بقى، لو بتشوفيني لاول مره انزلي تحت اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله. هنا بقى، آه زي ما انتم متعودين معايا كده بنزل فيديوهات، ما بحبش اطول مدتها قوي، يعني على قد ما اقدر والله بضغط الفيديو على قد ما اقدر. هنا بقى ظبطت الشقة، يعني أنا ما صورتش غير أوضة النوم بس. ظبطت الشقة وكده، وبعد كده نزلت رحت السوق، وبعد كده بقى طلعت. عملت بقى ايه الحاجات اللي هتشوفوها معايا ديت. يعني انا نزلت والدنيا شتت عليا، يعني مش عارفة والله، كل ما انزل الدنيا تشتي عليا، بس على مين؟ انا بحب كده. يعني انا بحب قوي الشتا صراحة، يعني مش عارفة بقى، مجنونة مجنونة. ما علينا. هنا بقى ايه، جبت زبدة النهاردة، بتبقى الزبدة الفلاحي دي بتبقى مع حبايبنا الفلاحين وكده. فانا صراحة بحب اجيبها في الشتاء بس، يعني الزبدة اساسا والحاجات دي ما بتتجابش غير في الشتاء بس، يعني هما الثلاث شهور دول، واحد ويعني 12 وواحد واتنين. ولكن اللي عاوز يخزن سمنة او زبدة فلاحي او كده رمضان ان شاء الله، دي بقى بتخزنيها في شهر طوبة، يعني بتبقى بقى أعزكم الله البقرة أو الجاموسة بخيرها، مش بتشرب مية كتير بمعنى أصح. فاللبن بقى أو الزبدة أو القشطة، يعني أيا كان، ولكن الأساس بيبقى اللبن اللي بينزل دسم بخيره. فليه بقى؟ لان الجاموسه مش بتشرب ميه كتير، فالحاجه بتبقى بخيرها بزياده. فانت لو عايزه تخزني مثلا لطول السنه او كده، تخزني في شهر طوبه. جبت معايا جبنه قريش، غليت لها ميه بقى، غليت ميه في الاول كده. آه، وحطيت فيها، لان الجبنه القريش دلعه، حطيت فيها معلقه ملح كبيره. وقطعت فيها قرن فلفل، بس يعني بارد مش حراق، هو بيبقى جميلة صراحة ما بيتحط فيها قرن فلفل حراق. ولكن انا عشان الولاد وكده يعني مش هيرضوا ياكلوها، فاهمين؟ فانا حطيت ايه قرن فلفل يدي التست وكده، من غير ما يبقى حراق يعني. بصوا، السمنة اللي بره دي سمنة جاموسي اللي هي البيضة. دول 2 كيلو. اللي ورا دي دي سمنة بقري، دي مش ليا، انا بغليها لواحدة حبيبتي كده اهو، لان هي ما بتعرفش تسيحها، فكانت قايله لي ايه ما اروح اجيب لها معايا، فانا جبتها لها وبظبطها لها يعني، وبحطها لها في البرطمان واديها لها، لان هي ما بتعرفش ايه تغليها، بتتحرق منها. هنا بقى معايا الجبنة القريش دي، هي كانت اتعفصت في بعضها شوية، على قد بقى ما قدرت يعني كنت محافظة عليها على قد ما اقدر والله. وحطها في الباكت الفل ده، قلت برضو عشان ما تتعجنش مني، ولكن برضو ايه، اتعجنت على يعني شوية، مش مشكلة. بس هنا بقى بتتحدق كده، وبتبقى طعمها بقى بتبقى جميلة قوي بالطريقة دي، يعني جربي كده حطيها. وبعدين دي كده انت بتحفظيها، يعني ممكن تقعد اسبوعين عندك او 20 يوم في التلاجة بنفس الطريقة دي. المية تكون مغلية وبردت، تحطي فيها ملح، لازم شرط ان هي تكون مغلية عشان تقعد الحاجة معاكي ما تعفنش. الملح وقرن الفلفل يعتبر كمادة حافظة بس. وخدتها بقى شلتها في التلاجة، وقت بقى منعوز منها. بيبقى خلاص ملحها متظبط منها فيها، فاهمين؟ هنا بقى الزبدة انا بوريها لكم بمراحلها، هي كده بتبدأ ايه، انا معلية النار في الاول، بعد كده بقى بهدي النار خالص لحد بقى ما تبتدي توصل معايا للشكل اللي انتوا شايفينه ده. لسه فيها ايه زي رغاوي كده. ولكن شكل السمنة ابتدى يظهر معايا، بصوا كده. ولكن اما اقلب لسه اللبن لسه تقيل فيها، فاهمين قصدي ايه؟
التانية عشان كيلو كانت خلصت خلاص، فاهمين؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسانيش في اللايك، عشان ان شاء الله عيلتنا الصغيرة تكبر بتوفيق ربنا ثم بدعمكم لينا. شايفين انا بوريكم المراحل بتاعتها. انا كده بعمل ايه؟ انا بقلب ايه المرتة اللي قاعدة تحت عشان تستوي، فاهمين؟ يعني بخليها تتحمر كده معايا. وفي الاخر بعد ما السمنة تبرد خالص وابدأ اعبيها في برطمانات، بحب المرطة ان انا ايه اديها تشويحتين تاني كده على النار، اللي هي ايه اغمق لونها شوية كمان. بس خليكي مهدية النار، ما تغفليش عنها لان هي بتفور. خليكي واقفة جنبها، يعني الحاجة مش رخيصة خالص. ربنا يعيننا جميعا يا رب، وييسر لنا الحال ويجعلها سنة رخاء وخير ورزق وسعادة وراحة بال وتحقيق للأمنيات لنا وليكم يا رب أجمعين. فخلي بالك منها، اقفي جنبها، مش مشكلة اما هتفضي نفسك مثلا ربع ساعة ولا نص ساعة تقفي جنبها، احسن ما تفور حرام. والحاجة زي ما انتوا عارفين مش رخيصة، فاهمين؟ بس انا كده هطفي عليها خلاص. بص كده صفيت معايا خالص، السمنة صفت خالص خالص. هنا بقى ايه، قلت اسيبها بقى تبرد كده وتتهوى، مش هينفع بقى احطها في البرطمانات. انا اساسا بحطها في برطمانات ازاز، وهتشوفوا دوت ايه هبقى احطها معاكم، بس انا ما حبيتش اطول عليكم. ما بحطها في برطمانات ازاز، ده بيخلي طعمها وريحتها متحافظ عليهم اكتر. يعني ايه كأنها ما تزنخش منك كده فاهمين؟ مش عارفة اقول لكم ايه، بس هي كده يعني ما تزنخش منك. وحاجة تانية، المعلقة اللي بتاخدي بيها السمنة او الزبدة لازم تكون ناشفة، دي بتخلي السمنة تحافظي عليها اكتر. انا طبعا عارفة ان هو كلكم ستات شاطرين وفوق راسي طبعا، ولكن ايه انا يعني كلامي ده للبنات الصغيرة او البنات اللي لسه متجوزة جديد، او اي حد لسه يعني ما بيجيبش سمنة ويسيحها زبدة ويسيحها، فعاوز يشوف طريقتها بتتعمل ازاي. هي طريقتها بالطريقة دي. مرة كمان ان شاء الله هبقى اعمل معاكم بالقشطة بتاعت اللبن. بس للأسف يعني أنا كل ما أجيب لبن وأخد القشطة بتاعته ألمها وكده، بحتاجها بقى في حاجات، يعني بتدخل بقى إيه معايا في حاجات. أعمل بيها رز بلبن، أحط منها في البشاميل، أحط منها في أم علي، أحط منها في الرز المعمر، بتخلي طعمه تحفة تحفة تحفة، بتوديه في حتة تانية خالص. فكل ما اقول ان انا اشيلها عشان اعمل بيها حاجة ما بتقعدش صراحة. وساعات كمان بناكلوها بالحلاوة الطحينية، جربوا كده. بس طبعا اللي عاوزة تخس ابدا ما تعمليش الخطوة دي خالص. هنا برضو وانا في السوق لقيت السمك كده عامل زي الماكريل، اللي يعرف الماكريل ده زيه بس صغيرة السمكية بلدي. فده بيبقى حلو قوي اما بيتقلى. وبحب قوي اعمل جنبه رز احمر، مش عارفه عارفين غير رز الصياديه، انا بحب اعمل جنبه رز احمر. مش هي الطريقه دي بتاعت المصراويه اساسا، اللي هو دي سمكه اسمها سمكه شخوره وبيعملوا جنبها رز احمر. احنا هنا في اسكندريه بنعمل دايما رز الصياديه، ولكن بقى لو سالتوني انا بحب ايه اقول لكم انا بحب الرز الاحمر جدا مع الاسماك، اللي هو فيه صلصة طماطم بصل وكل حاجة، ولكن بضيف له صلصة طماطم، خصوصا بقى مع الشخورة دي ما اقولكوش بيبقى تحفة بجد. ان شاء الله اعمله برضو معاكم، ولكن انا ما حبيتش ان انا اطول عليكم. حبيت الفيديو يكون خفيف كده وظريف، بس انا ليه اعتب عليكم صراحة، انا الفيديو ما بيتحطلهوش اي لايكات، يعني ده بيوقع مني الفيديو جدا. صدقيني مش هتخسري حاجة لو حطيتولي اللايك عشان الفيديو يتشاف، وتعبي ومجهودي ما يروحوش على الارض. ولادي بقى هنا بالليل كانوا عاوزين فشار، ما انا ما عنديش فشار مخلصاه. انا كده كده بجيب ايه نص كيلو ولا كيلو الا ربع كده وبسيبه في البيت، لاني عارفاهم ايه بالليل بيحبوا يقزقزوا في اي حاجة. عملت لكم ايه بقى؟ اعملوا الوصفة دي، والله والله بجد اختراع.
كان عندي شوية مكرونة كده أقلام صغيرين، يعني أقل من نص الكيس اللي هو 350 جرام ده، رحت سلقاهم. تمام كده. بعد كده جبت شوية دقيق، حطيت عليهم ملح وفلفل، وببتدي بقى انزل المكرونة اللي هي انا شطفتها وصفتها كويس من المية، وابتديت ان انا ايه بقى، ابتديت ان انا اعفرها بالدقيق، بس ايه يعني فضي منها الدقيق حلو كده، إيه عشان ما تهدريش في الزيت والزيت يتحرق منك، فاهمين؟ اهو بص انا كده ايه ببتدي بنفضهم على قد ما اقدر. معايا بقى هنا الزيت سخن، ابتديت بقى انزل المكرونة. إيه اللي هيقولي بقى حيدي نشويات ومش عارفة ايه وزيت، ايا كان بس احسن من الكاراتيهات والشيبسيات بتاعت بره. على الاقل دي مكرونة عادية خالص انا سلقاها على ايدي، حاطه لهم زيت نضيف، بحط لهم بهارات، إيه مش مواد حافظة وحاجات. والله بجد يعني نوع مقرمشات فاخر من الاخر. جربوه جربوه واحكموا الاول، وبعد كده قولوا لي في التعليقات. وامان عليكم اللي يجرب الوصفة دي يرجع يقول لي في التعليقات عجبتكم ولا لا، لان انا واثقة باذن الله ان هي هتعجبكم. بس بصوا بقى انا بفضل اقلب فيها باستمرار عشان تقرمش معايا، فاهمين؟ بس هي لونها اغمق كمان من كده، بس هي عشان الكاميرا، يعني انا هحط لكم صورتها بره على الفيديو. هي فعلا كانت صورتها هو المنظر ده، مقرقشة كده، مقرقشة ولا مقرمشة؟ مقرمشة، مقرمشة، مقرمشة وتحفة تحفة تحفة، ومش شاربة ولا نقطة زيت. عاوزة تحطي معلقة نشا مع الدقيق حطي، ولكن انا من كتر ان هي مقرمشة انا خفت ان هي تبقى مقددة بالزيادة على الولاد ما يعرفوش ياكلوها. شفتي بقى لدرجة ايه؟ يعني مقرمشات مقرمشات انسي، يعني لو انت مقدماها لحد كده او حد كلها عندك استحالة يعرف ان دي مكرونة. استحالة استحالة، انا بقولك استحالة. وجربوا الوصفة وان شاء الله تعجبكم جدا. وحطوا لي لايك بقى بالله عليكم بقى على الوصفة دي، حطوا لي لايك، حطوا لي لايك. اللايك يا جماعة ببلاش والله، مستخسرينه ليه؟ مش فاهمة انا. بس شفتوا بقى حبة صغيرين جدا، يعني حوالي 100 جرام، بقول لكم اقل من نص الكيس اللي هو 350 جرام ده. كانوا شوية صغيرين قوي والله، يعني انا قلت مش هيكفوهم وكده، قلت خلاص بعملهم لهم ايه وخلاص زي ما يطلعوا. لقيتهم لا ما شاء الله، بص الكمية الطبق مليان. هنا بقى ابتديت ايه، طلعته الاول صفيته من الزيت. بعد كده بقى ايه حطيت حتة مرقة كده صغيرة تحلي الطعم، وحطيت رشة فلفل اسمر، وحطيت رشة جنزبيل ورشة توم. حطي بقى البهارات اللي تعجبك، مش عاوزة تحطي حاجة وتحطي ملح وفلفل حطي. بس بجد بجد الوصفة تحفة. انا هنا كنت بقرمش على فكرة ولكن شلت الصوت من على التليفون.